طيب انا جاي اتكلم عن المهزله اللي حصلت امبارح في ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد. لو انت قاعد جنب اهلك حط الهاند فري او اقعد لوحدك او ايا كان، عشان انا مش ضامن نفسي. انا جاي بقى ارد على كل الناس اللي اتكلمت معايا بعد الماتش عن صلاح وعن مين استحق الفوز وعن طبعا المصيبه ارني سلوت، وطبعا لازم اتكلم عن كيزا. انا عايز ابدا بقى ان فاز من استحق، معلش بس هو اليونايتد فعلا استحق بغض النظر عن انا ادائي زي الزفت كليفربول، بس اليونايتد ما جاش. كوره يتيمه لبرونو في العارضه، قصادها بقى ليفربول عمل ايه؟ ايزاك ضيع انفراد، صلاح ضيع انفراد وحطها بطريقه كده بوش رجله بره الجون، جاكبو لوحده جايب كورتين في العارضه وكوره بالهيد والجون فاضي حطها بره، ويكي تيكي نزل شاط شوطين من بره ال 18 جنب العارضه. فليفربول لو كان حالفه التوفيق فكان ممكن يطلع عادي باربع خمس تجوان عادي جدا. فبالله عليك بلاش نغمه ان فاز من استحق، عشان والله اليونايتد مش فرقه تستحق اصلا تكسب ويست هام. هتقولي ماليش فيه، الكره تكسب ولا تلعب، هقول لك عندك حق، وده اللي هيوديني للنقطه الثانيه بتاعه ارني زفت سلوت. ايه كم العك والعشوائيه اللي احنا عايشين فيه ده؟ هل انت بتستحوذ كويس؟ لا. بتدافع كويس؟ لا. بتضغط كويس؟ لا. بتحط تشكيل مناسب؟ لا. تغييراتك متاخره؟ يعني مع كلام احترامي، يعني صلاح قاعد في الملعب لحد الدقيقه 85 ليه؟ او انت شاري فريمبونج عشان تقعده جنبك على الدكه؟ عادي يا باشا، سهله. صلاح وحش طلعه ونزل فريمبونج عادي جدا. ومعلش يا جماعه، اي حد ماسك الطبله لصلاح وطلع بيشجع صلاح، بس انا راجل بشجع ليفربول وعايز اتكلم عن مصلحه الفرقه. فصلاح وحش، وحش. جاي انا لصلاح دلوقتي، بس اكمل بس مهازل خرس له باشا. مبدئيا هنتكلم عن تشكيل ايكيتيكي هداف فريقك واعلى فورمه في الفرقه قاعد دك، فانت كده بتخسره نفسيا، وايزاك لسه مش جاهز. فانا مش فاهم ايه سر الاصرار البادئ بايزاك. ثانيا بقى، ايه فكره برادلي وكيركس دي؟ يا راجل ده ديليخت طلع بعد الماتش بيقول احنا عارفين نقط ضعف ليفربول واهمها الباكين بتوعهم. الدوري الانجليزي كله بقى عارف ان برادلي وكيركس نقط ضعف ليفربول. طب لما انت مش مقتنع بفريمبونج از باك رايت، بتجيبه باك رايت ليه؟ ما تقنعنيش انك جايب فريمبونج يبقى بديل صلاح، دي تبقى كارثه ومصيبه سودة. هتقولي طب الراجل يعمل ايه؟ ما روبرتسون مش في الفورمه وبرادلي احسن دفاعيا من فريمبونج. اقول لك كان عندنا ترينت الكسندر ضحك ما كانش بيعرف يدافع، وكلوب حرفيا كان عامل من الفسيخ شربات. فانت لو خايف تلاعب فريمبونج عشان هو ظهيره هجومي زياده، تقدر تامنه يا حبيبي بنص ملعب محترم. اما بالنسبه لكيركز فده عامل زي الناشئين، فممكن تلعب روبرتسون عادي. يعني انت ممكن تجيب باك ليفت من الناشئين يلعب على الاثنين عادي جدا. فكره انك عارف نقط ضعفك كمدرب ولسه لحد دلوقتي مصمم عليها هتجنني. بغض النظر بقى عن الافراد اللي بتبدا، التكتيك اللي بيتعمل في الملعب كارثه. يعني لا انت مثلا بتلعب بخط دفاع متقدم فبتضغط على الفرقه من قدام في نص ملعبها، ولا انت مثلا بتمركز اللعيبه عشان تقطع ممرات الباص في نص ملعبك، ولا انت راكن اتوبيس ورا وبتخطف مرتدات. انا عايز اعرف بقى، ويا ريت تشرح لنا انت بتعمل ايه في منظومتك الدفاعيه. الناس بتلوم على فان دايك وكوناتي وناسين في حاجه اسمها منظومه. يوسفني اقول لك يا عزيزي ان ليفربول بيلعب من غير منظومه دفاعيه، والمنظومه الدفاعيه دي بتبتدي من الفيرود اللي بيضغط من قدام. ايزاك، ايكيتيكي، عبد الستار صبري، مش تفرق. كان الله يرحمه دياز والله يرحمه نونيز بيضغطوا زي الوحوش. النهارده احنا بنضغط بايزاك وجاكبو. فعشان ما نطولش، يعني ارن سلوت مدرب زي الخرا، وزي ما تريكا قال عليه من السنه اللي فاتت محظوظ. نخش على صلاح بقى. بص يا صلاح، انت زيك زي فيرتس، زي ايزاك، زي فان دايك، زي اي نجم بيتدرب مع العبيط اللي معاكوا ده. اي لعيب بيتدرب مع مدرب مش مناسب لامكانياته بيبان بالمستوى المهترئ ده. وما تساليش يعني ايه مهترئ، هي بتقال كده معرفش. بس لما توصل ان انت تبقى اقل لاعب في الدوري الانجليزي مراوغات بنسبه تقريبا 10%، يعني لما الكوره بتجيلك وبتحاول ترقص فانت بتعدي بنسبه 10% بس، كارثه بكل المقاييس. وما ينفعش لعيب بحجمك يبقى مش عارف يرقص. والمصيبه ان انت الكوره بتيجي تحت رجلك تحس ان انت الكوره مكهربه متلخفنه، مش عارف تتلام عليها بالمعنى البلدي. طب انا كان ممكن اعدي ده عشان انت بتجيب اجوان وبتعمل اسيستات. طب انت لو مش موفق انك تجيب جون او انك تعمل اسيست، عايز اتفرج بقى على انك بتعدي وبتحاول. لا، صلاح برمج نفسه ان هو يتحرك التحرك اللي يخليه يجيب جون او التحرك اللي يخليه يعمل اسيست، فبالتالي وضعيته وهو بيستلم على الخط مش وضعيه لعيب رايح على مدافع هيرقصه. لا، صلاح اغلب الوقت بيستلم بظهره كأنه فيرود وبيدي اللي في وشه بس. ولو فكر يرقص ويروح فللاسف هو ما بيعرفش يرقص حاليا. وانا بتك على حاليا دي عشان زمان صلاح كان بيعرف يرقص، وفي جدال كبير قوي في القصه دي. فافضل لاعب في الدوري الانجليزي في السنين الاخيره وواحد من افضل 3 لعيبه في العالم ما بقاش بيعرف يرقص، والكارثه انه ما بقاش عارف يجيب جون ولا عارف يعمل اسيست. مدربك زي الزفت ومش بيستغل امكانياتك 100% زي ما كان كلوب بيعمل معاك، ولكن الداون جريد اللي حاصل في مستواك ملوش علاقه بمدرب، ده داون جريد فشيخ. وللاسف شئنا ام ابينا الفرقه اتاثرت في معدل اهدافها بسبب غياب صلاح التهديفي وعلى مستوى الاسيستات. فانا بصراحه هقولها واجري على الله، ما بقاش عندي مشكله حاليا بمستوى صلاح الحالي ان هو يقعد ماتشات على الدكه عادي جدا. اروح بقى لكيزا اللي مش عارف المفروض يعمل ايه
ليه؟ عشان يلعب اساسي مع الفرقه. حتى الراجل نفسه كيزا طلع بعد الماتش قال مره تانية انا بحاول اساعد الفرقه، يا رب المدرب يكون شايف ده. الراجل زهق ما بقاش عارف يعمل ايه، كل ما ينزل يجيب جون او يعمل اسيست. اللي عامل اسيست جون لجاكبو هو كيزا، مش بس بقى بيعمل جون او اسيست، الراجل حرفيا عامل زي النحله في الملعب. ارن سلوت نزله مهاجم، في لقطه كيزا راح قطع الكره من نص الملعب ورجع الكره لليفربول تاني، كانه لعيب نص ملعب عادي رقم 6 بيفتك الكوره. الراجل عنده روح وسرعه وقوه وتهديف واسيست. بتلاعب عليه جاكبو ليه؟ هتقول لي جاكبو ده الراجل جايب كورتين في العارضه وجايب جون ويعني مضيع كره غريبه بدماغه، يعني الراجل كان بيطلع نار من بقه حرفيا. عايز اقول لك ان جاكبو ده في قمه مستواه بيضيع كده، يعني اللي انت شفته من جاكبو في ماتش يونايتد ده هو توب فورم ليه. تخيل لعيب في التوب فورم بتاعه جايب جون ومضيع قصادهم 3 اجوان محققه. هتقول لي يا فيرود ما هو ما كانش محظوظ، الراجل شاط الكوره زي ما الكتاب بيقول وجت في العارضه، هيعمل ايه؟ هقول لك ماشي، حلوله بقى في الملعب ايه؟ انا يا جماعه بتكلم على جاكبو وهتكلم برضه على صلاح في الحته دي. ما عنديش جناح مهاري بيعدي واحد على واحد، لا خد بقى دي، ما عنديش حتى جناح سريح بما فيهم دلوقتي صلاح. فجاكبو لعيب بطيء وكويس بس ينفع كلاعب بديل في ليفربول، والسنه اللي فاتت كان ماشي كويس قوي مع لويس دياز وفي منافسه بينهم فالدنيا تمام. انما ناخد دوري انجليزي وجاكبو هو الجناح الاساسي بتاعي ما تنفعش. ولازم ارن سلوت يبتدي يجرب يحط كيزا اساسي مكان جاكبو او مكان صلاح، قسما بالله ما عيب، عشان العدل بيكسب، وكون انك ظالم لعيب وما بتلعبوش والناس اللي لعب الكوره عارفه ده كويس بيجيب الفرقه ورا. فده مش رايي بس، ده راي معظم جماهير ليفربول. يا جماعه كيزا لازم يبدا او يشارك بشكل اكبر من كده بكتير. اختم بقى بمانشستر يونايتد اللي ما كسبش ولا فرقه بره ملعبه وما اعرفش من قد ايه، تقريبا من فتره كبيره قوي. عمل جيم دفاعي متوسط، بقول جيم دفاعي متوسط. اتفرج يا باشا على مدافعين اليونايتد لما كان بيتلعب عليهم اوفرات من لعيبه ليفربول، 3 مرات تقريبا في كذا مدافع بيقلش، دورجو ولوكشو وتقريبا ماجواير كان بيقلشوا، يعني حد بيعمل اوفر كان بيقلش. اتفرج بقى على لعيبه ليفربول، واحد بس في الصندوق او 2. فاللي خلى شكل يونايتد دفاعيا النهارده كويس هو سوء مستوى لعيبه ليفربول، سوء مستوى في التسديد على المرمى، سوء مستوى في الاستحواذ، سوء مستوى في التمريرات، وطبعا اهمهم سوء مستوى في الضغط. لعيبه يونايتد كانت بتلعب مرتاحه وبتطلع من ورا عادي جدا. حاجه وحيده انا بشوفها حسنه في يونايتد وهي كره العارضه بتاع برونو، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لك انا حسيت وقتها بتهديد وان اليونايتد فعلا عمل شغل كويس. بيطلع مرتدات كويسه قوي بقياده كونيا ومبومو وديالو، وبرونو بيكمل من ورا كده بقى ريحان شويه ورجله حلوه قوي على الجون. فاليونايتد مميز قوي في فكره انك تلعب مرتدات، ولكن عادي جدا ممكن تشوف الماتش الجاي بيخسر الاستحواذ وما بيعرفش يباصي كورتين على بعض وبيخسر المباراه عادي جدا، عشان في رايي لسه اليونايتد فرقه متوسطه. وده بقى اللي قاهرني وحرق دمي، انا بخسر من فرقه متوسطه على انفيلد. بس مش معنى يعني ان انا متضايق من الخساره ان انا اكون باد لوزر. فهقول لكل جمهور اليونايتد مبروك وهارد لك لجمهور الليفر، ويا ترجعوا كلوب يا تشوفوا لنا حد تاني، عشان احنا كرهنا العيشه وكرهنا نتفرج على الليفر. طبعا مش هختم الحلقه غير لما اسالك عن رايك في الكلام العبثي الكتير اللي انا قلته ده، وما تنساش بعد الكومنت تعمل لايك وسبسكرايب، والاهم من كل ده تدعم اخواتك اللي ما زالوا بيعانوا اشد المعاناه. كان معاك الفيرود وسلام.